قبل ما تستخدم أي أداة أو أي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، شوف الأداة دي الأول. جايب لك في فيديو النهاردة أداة أو موقع جميل جدا من مواقع الذكاء الاصطناعي، متاح فيه نسخ كتير جدا، وتقدر من خلاله تعمل أي صورة مصغرة أو أي فيديو. بس قبل ما نروح للشرح، يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة إن شاء الله أجيب لك موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي جميل جدا، هيغنيك عن معظم المواقع المدفوعة، من خلال إن أنت تقدر تستخدم الموقع ده تعمل صور مصغرة أو فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. موقع النهاردة هو موقع بيكاسو الخليج، موقع جميل جدا، وهنشوف طريقة التسجيل وإزاي نشتغل على الموقع، وهسيب لكم رابط التسجيل في الموقع في الوصف بتاع الفيديو إن شاء الله. بيفتح معاك الرابط بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بتضغط على ابدأ بالتوليد الآن. بيفتح معاك بالشكل ده كده. بتختار بقى حضرتك، سواء عايز تولد شعار، تعمل شعار أو تعمل صورة تعدل عليها أو تعمل فيديو من فيديوهات الذكاء الاصطناعي المشهورة جدا ومالية الإنترنت واليوتيوب. وتقدر تولد صورة من صور الذكاء الاصطناعي، أو تحرك آه، الشفايف بتاع أي حد، أو تقدر تحرك شفايف لصورة تخليها تتحرك. متاح كذا حاجة. طبعا احنا هنشوف توليد صورة. تضغط على توليد صورة، بيفتح معاك الموقع ده كده. بتضغط على الموديل. طبعا متاح معاك الهاي دريم فاست والنانو بنانا والسي دريم دي والنانو بنانا برو، دول للمشتركين فقط. تقدر حضرتك تجرب الموقع في الأول، وبعد كده لو حبيت تشترك تقدر تشترك. طيب احنا هنخليها على النانو بنانا، وبعد كده تكتب البرومبت الخاص بالصورة باللغة العربية. يعني مثلا أنا هكتب صورة لمحمد صلاح يضحك، على سبيل المثال يعني. بتنزل تحت، تقدر تختار سواء عايز تعمل صورة أو صورتين، وتلاتة وأربعة دي متاحة فقط للمشتركين. وتقدر تختار حجم الصورة سواء عمودي أو أفقي أو مربع. بعد كده بتضغط على ولد الآن، وبتسجل بالبريد الإلكتروني. بعد ما بتسجل بالبريد الإلكتروني بيفتح معاك بالشكل ده كده. الموقع ده بيديك 30 أو 30 محاولة كل يوم بتتجدد. معاك كل يوم 30 محاولة. بعد ما بتختار تنسيق الصورة، بعد كده بتضغط على ولد الصورة. بتنتظر لغاية ما الصورة تحمل. بيفتح معاك بالشكل ده كده. موقع جميل جدا جدا، تقدر تستخدمه في شغلك، سواء كنت شغال في صناعة المحتوى أو شغال في التسويق الرقمي، عايز تصمم صورة المنتج أو أي شغل. تقدر تستخدم الموقع ده، ومتاح معاك إن أنت تنزل الصورة من خانة التحميل. وبرضه متاح معاك إن أنت تعمل فيديو أو تعدل على الصورة دي كده. وفي حاجات تاني كتيرة من الموديلات المتاحة معاك على الموقع. الموقع ده تقدر تشتغل من خلاله وتعمل من خلاله صور، سواء صور أو فيديوهات أو تحرك صور. أي حاجة حرفيا عايز تعملها بالذكاء الاصطناعي موجودة على موقع بيكاسو الخليج. موقع جميل جدا. آه، في ناس كتير ما تعرفش موقع بيكاسو الخليج ده، بس هو موقع بصراحة جميل، تقدر من خلاله تعدل الصور أو تعمل الصورة المطلوبة. ومتاح عندك زي ما قلت لك موديلات تاني. وتقدر تعدل على أي صورة عايز تعدل عليها، أو عايز تحرك أي صورة بترفعها على الموقع، ومن خلالها ب... أو من خلال الموقع تقدر تحرك الصورة دي.
ولو عايزين شرح لموقع تاني أو منصة ذكاء اصطناعي تاني، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اسم الموقع أو اسم المنصة، وإن شاء الله هنعمل عليها فيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويا ريت لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتشجعنا بكومنت جميل. والسلام عليكم.